اهلا بيكم ويا رب تكونوا بخير. وزي ما اتفقنا في الفيديو اللي فات ان الفيديو ده هيكون عن ملحقات المونتاج. هعرفك ازاي تجيب ملحقات المونتاج المناسبه لكل فيديو، عشان انت لو جبت الملحقات المناسبه لكل فيديو فانت كده يعتبر خلصت 50% من مونتاج الفيديو. وعشان تعرف تبحث عن الملحقات لازم تكون عارف الانواع المختلفه للملحقات. واحنا عندنا الملحقات بتتقسم لصور وفيديوهات، مؤثرات صوتيه، ساوند افكت، موسيقى، مؤثرات بصريه، ترانزيشن اللي هي الانتقالات، وايقونات. وكل قسم من الاقسام ديت هنعرف ازاي نبحث عنه وايه المواقع الخاصه بكل قسم. واعرف يا صديقي ان محدش على اليوتيوب هيقولك على اللي انا هقولهولك في الفيديو ده. فقبل ما نبدا خلينا نعمل لايك وشير، ويلا بينا نبدا. خلينا نتفق في البداية إن مهارة البحث من أهم المهارات اللي ممكن تتعلمها، عشان هتساعدك إنك تتعلم أي مهارة تانية بكل سهولة. بكل بساطة الإنترنت موجود عليه كل حاجة أنت محتاجها، بس أنت مش عارف توصل لها عشان مهارة البحث عندك ضعيفة. يعني مثلا عندنا البحر مليان سمك، بس مش كل الناس بتعرف تصطاد. طب هتقولي إزاي هتعلم مهارة البحث؟ دي المهارة الوحيدة اللي ممكن تتعلمها لوحدك، لأنها بتعتمد بنسبة 100% على الممارسة. يعني كل ما تجرب إنك تبحث عن حاجة معينة أول مرة هتاخد وقت كبير عشان تلاقي الحاجة اللي أنت محتاجها. بعد كده لو جيت تبحث عن الحاجة دي تاني هتاخد وقت أقل بكتير، وهكذا. طيب أنا ليه بقولك الكلام ده كله؟ عشان يا صديقي هتنصدم لما تعرف اننا هنجيب الملحقات من اليوتيوب، لان اليوتيوب كلنا بنستعمله يوميا وموجود فيه كل حاجه انت محتاجها، بس انت مش عارف توصل لها. وخلينا نبدا باول قسم من اقسام الملحقات اللي هو الانتقالات، وهي من اهم العناصر في الفيديو. الانتقالات بنستخدمها بين المشاهد، وطبعا طريقه استخدامها بتختلف على حسب نوع الانتقالات. خلينا نعرف الاول ازاي نجيبها وبعد كده نعرف ازاي نستخدمها. وعندنا كذا نوع من الانتقالات، وتعالوا نعرف المسميات بتاعتهم وازاي نبحث عنهم. بكل بساطه هنروح على اليوتيوب وهنكتب اسم الانتقال، مثلا من اشهر الانتقالات اللي هي البيبر ترانزيشن، وطبعا البحث هيكون بالانجليزي عشان تاخد نتائج افضل. هيظهر لنا انواع كتير من البيبر ترانزيشن بالشكل ده. مثلا هنلاقي قائمه فيها 60 فيديو للبيبر ترانزيشن ممكن تستعملهم. طب ازاي نستعملهم؟ طريقه الاستعمال هتكون في الفيديوهات الجايه. من الانواع المهمه في الترانزيشن برضو اللي هي اللايت ترانزيشن، وبيكون بالشكل ده. طبعا طريقه استعماله بتكون مختلفه عن البيبر ترانزيشن. من الانتقالات المشهوره برضو اللي هي الجليتش ترانزيشن، وبيكون بالشكل ده. باختصار انت ممكن تخلي اي حاجه عباره عن ترانزيشن. مثلا انت لو محتواك رياضي فانت عاوز كل الانتقالات فيها طابع رياضي، فهتستخدم الفوتبول ترانزيشن. فهنكتب في البحث فوتبول ترانزيشن وهنلاقي ترانزيشن خاصه برياضه كره القدم بالشكل ده. وهكذا في جميع المجالات. هتكتب الاسم اللي انت عاوزه وبعدين كلمه ترانزيشن. ده كان بالنسبه للانتقالات. بعد كده نيجي للساوند افكت. بكل بساطه الساوند افكت هو اللي بيدي المشهد الاحساس بتاعه. يعني انت لو غمضت عينك وسمعت المشهد تقدر تتخيله عن طريق المؤثرات الصوتيه، عشان كده تعتبر من اهم عناصر الفيديو ولا غنى عنها. وتعالوا نعرف ازاي هنجيب المؤثرات الصوتيه المختلفه. خلينا نتعرف على اشهر المؤثرات الصوتيه واللي بتستخدم بكثره في المونتاج. من اشهر المؤثرات الصوتيه تاثير الوش، وده بيستخدم في الانتقالات. فهنفتح اليوتيوب برضه وهنكتب وش ساوند افكت، وهيظهر لنا نتائج كتير للوش ممكن تستخدمها بالطريقه ديت. من اشهر المؤثرات الصوتيه برضه تاثير الجليتش، وبيكون بالشكل ده. برضه عندنا الامباكت ساوند افكت، وده بيستخدم في المشاهد اللي فيها صدمه او اثاره، وبيكون بالشكل ده. طيب تعالوا نتكلم بشكل عام. مثلا انا لو عاوز مؤثر صوتي لاي عنصر في الفيديو، بكل بساطه هتكتب اسم العنصر وبعدين تكتب بعدها ساوند افكت. مثلا خلينا نكتب بيبر وبعدها ساوند افكت اللي هو صوت الورق بالشكل ده، وهكذا. ده كده بالنسبه للساوند افكت. بعد كده عندنا العناصر المتحركه في الفيديو، ودي برضو لا غنى عنها في الفيديو. مثلا الايقونات المتحركه ديت بنحتاجها كتير في المونتاج. طب ازاي نجيبها؟ بكل بساطه من اليوتيوب برضه هنكتب مثلا في البحث انيميتد ايكون وهيظهر لنا نتائج بالشكل ده. تخيل العناصر المتحركه ديت تكون موجوده في الفيديو بتاعك، هتنقل الفيديو في حته تانية خالص. ما تنسوش تدعوا لنا دعوه حلوه عشان الحاجات ديت مفيش حد هيقولها لك. من اهم العناصر المتحركه اللي ممكن تستخدمها في الفيديو هي الخلفيات المتحركه، وعشان نبحث عنها هنكتب في البحث انيميتد باك جراوند وهنلاقي نتائج كتير للخلفيات المتحركه. مثلا هيظهر لنا قائمه فيها اكتر من 200 خلفيه متحركه بالشكل ده. من العناصر المتحركة اللي ممكن تحتاجها برضو اللي هي الرسومات المتحركة بالشكل ده. ممكن تحدد له انت عاوز ايه بالظبط يكون متحرك. يعني مثلا ممكن نكتب سيركل، يعني مثلا ممكن نكتب انيميتد سيركل يعني دايرة متحركة بالشكل ده، وهكذا.
ولو جينا نتكلم بشكل عام وانت عاوز تبحث عن اي حاجه متحركه، فهتكتب اسم الحاجه وبعدها هتكتب كلمه انيميتد بس كده. طب نيجي بعد كده للفيديوهات والصور. ازاي نجيبهم؟ دول مش هنجيبهم من اليوتيوب، ولكن هنجيبهم من موقع اسمه بيكسل، وهو موقع مجاني برضه. بكل بساطه هتكتب اسم الحاجه اللي انت محتاجها هنا، وبعدين هتختار انت عاوز الحاجه دي صور ولا فيديوهات بالشكل ده. ولو حابين نعمل جزء تاني على ملحقات المونتاج اكتبوا له في التعليقات. متنسوش اللايك والاشتراك في القناه، وبس كده، في امان الله.